الفنانة القديرة واللي يعني دائما أعمالها بتكون حاضرة فينا. دائما هي بتترك فينا أثر حلو جميل، وأعمالها لليوم عايشة فينا. الفنانة المميزة سوزان نجم الدين، أهلا وسهلا فيكي ببرنامج الرحلة. أهلا وسهلا فيك، وبتمنى لهم مستقبل كتير. أهلا وسهلا فيكي ونورتينا مدام. أهلا وسهلا فيك وسلامي لكل طلاب المعهد، بتمنى لهم مستقبل لامع إن شاء الله. الله يطول بعمرك يا رب. كيف كانت بداياتك مدام سوزان؟ بداية كنت أنا بالتسعينات، كانت البدايات مهمة كتير وحلوة كتير. أنا ما درست معهد، بس أنا من خلال شغلي كراقصة فنون شعبية بمسرح الحمراء بفرقة زنوبيا، صاروا يشوفوني المخرجين وبلشت رحلتي بالفن بالدراما السورية. كان وقتها دارج كتير الأفلام المسلسلات البدوية، إذا بتتذكروا أو ما بعرف إذا بتتذكروا، أكيد ما حتتذكروا، بس إذا بترجعوا للتاريخ كان الأعمال البدوية هي الحاضرة بقوة بهذاك الوقت. فعملت وقتها 4 مسلسلات بدوي، وعملت هذا كله بالجامعة. عملت كهف المغاريب، وعملت غدر الزمان مع أساتذة كتير كبار ونجوم كتير كبار. وعلى التخرج، بعد التخرج عملت نهاية رجل شجاع اللي كان هو الأكبر والأقوى والأحلى. لليوم حاضر بذكريات حلوة. أول عمل كان لك مدام هو نهاية رجل شجاع؟ لا، أول عمل عربيا كان تمام. نهاية رجل شجاع، بس هلأ قلت لك إنه قبله كان في 4 أعمال بدوي. تمام. كنت لسه، وكان كمان قبله قلوب دافئة. وشو كمان، وكان قبله ثلاثية اسمه الطوق. هدول كلهم قبل نهاية رجل شجاع. نهاية رجل شجاع كان بعد تخرجي بالسنة بال94. تمام. ذكرياتك بالدراما السورية، أكتر عمل هيك ترك فيكي أثر، يعني حادثة هيك حلوة أو ذكرى من شي عمل؟ كل عمل ترك فيي أثر حلو، ذكريات ما حلو. تمام. أكتر عمل بعده مؤثر فيني بحبه كتير هو نهاية رجل شجاع. كواليسه كانت بتجنن، كتير حلوة، وكان في منافسة شريفة وقتها بين الكل، وكنا عم نشتغل بكل طاقة وبكل حب وبكل شغف الحياة، وكنا حاسين إنه كل العناصر ضابطة، من إخراج لإنتاج لتمثيل لنص لا 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 إلى آخره. لما بتحس حالك إنه أنت عم تقوم بعمل متكامل الأطراف، فبتحب تبرز بشكل صح لحتى تعلم. راضي اليوم عن مسيرتك بعد كل هالسنوات من العطاء؟ أكيد طبعا، أكيد مو ستوب، لا، لسه في كتير أشياء بدي أساويها لساتني. أنا كل عمل بقول هيدا أول عمل بحياتي، ما قلت إنه ستوب هيدا أوكي كافي، لا، أنا ما اكتفيت ولا رح اكتفي أبدا. تمام. في عندك خوف من بكرة؟ أكتر شي هيك بتخافي منه؟ ما بخاف من بكرة، ما بخاف، لأنه أنا عندي إيمان كتير قوي بربنا، عندي إيمان بمجرى الكون كله. تمام. عندي إيمان وثقة وعندي إيمان بإنه اللي بتزرعه بتحصده، بتزرع خير بتلاقي خير، بتزرع شر بتلاقي شر. فأنا ما عندي خوف من بكرة، بالعكس. تمام. بكرة أحلى.